مركز منوف. هبوط أرضي مفاجئ في محافظة في مركز منوف، والأهالي كلهم في الشارع من امبارح بالمنظر ده. كل الأهالي المنطقة دي موجودين في الشارع. هنسمع منهم بالظبط ايه سبب الهبوط المفاجئ وايه اللي حصل معاهم وليه كلهم موجودين في الشارع. اتفضل يا عم. ايه يا عم صبحي، اتفضل. احنا اتفاجئنا بالهبوط دوت، واحنا بنناشد المسؤولين وبنناشد رئيس الجمهورية. سبب الهبوط ايه؟ فحت عن اثار. ايوه. احنا بنناشد رئيس الجمهورية وبنناشد المسؤولين ان هم يبعتوا لنا لجنة من هيئة الاثار ولجنة من هيئة المساحة علشان خاطر يشوفوا الاضرار بتاعتنا ديت نتيجة عن ايه. حفر اثار، الارض انهارت لوحدها، يشوفوا الدنيا فيها ايه ويجي يغوصونا من اللي احنا فيه. انت حضرتك شايفه دلوقتي البيوت كلها وراك اهيت وكله متضرر وكلنا في قلب الشارع. فحضرتك شوف انت بقى هو بنفس الطريقه اللي حصل حضرتك من قيمة شهر. كان الكلام دوت في شهر في أول 11. لسه أيمن دوت بيته لقاه عمل كده. المهم راح موضبه وصرف عليه مصاريف يجي 50,000 جنيه صرف على البيت. وبعد الشهر خلص الشهر، يعني يعتبر كان من أول 11 طبعا جه خلاص كان هيبلط، بس لقى البيت راح مشوه تاني. طبعا بيشوفوا سبب الشروق لقوا ايه الفحر تحت الارض من على اثار. طبعا الضرر هو الضرر واحنا اتضررنا وكل الشارع من اوله لاخره اتضرر. انا واحده ارمله وجوزي متوفي ومعيش الا عيل بيتعلم ومعيش الا ابني بيجهز حاله علشان خاطر الجو والدنيا زي ما انت شايفه كده اهوت. ان انا ما اقدرش ان انا اروح اخد شقه، انا مش هاخد شقه. يبقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ كل الشارع من اوله لاخره ده، واكتر واحد متضرر اللي هو اللي عايش. اكتر واحد اديك شايفه البيت بتاعه عامل ازاي، وبيوتنا كلها رايحه كلها جت كده على بعضيها. يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ في الشارع من يوم الاثنين واحنا في الشارع، من يوم الاثنين واحنا في الشارع، من يوم الاثنين لما الدنيا اتبهدلت كده واحنا في الشارع. من الشارع يمكن من يوم الاثنين، والحكومه جت وده جه وما حدش عمل لنا حاجه، ما حدش عمل حاجه. كل حاضر هنعمل، حاضر هنسوي، حاضر هنخرج، ولا شايفين حاضر من حد ولا طيب من حد. كلنا زي حضرتك ما انت شايفه كده، كلنا متبهدلين، عكسنا كله متلقح بره ومتلقح جوه اهو. يبقى يرضي مين دوت؟ يرضي لا يرضي انسان ولا مسلم. اللي احنا فيه دوت، البهدله اللي احنا فيها دي ما ترضيش حد، ما ترضيش حد خالص. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هل اشتكيتوا؟ هل قدمتوا؟ اشتكينا وقدمنا شكوى وعملنا وسوينا ولا حد عمل لنا حاجه. اشتكينا كلنا اشتكينا. يوم الاثنين كنا كلنا طول النهار لحد الساعه 10 بالليل، ويوم الثلاث لحد بعد العصر كلنا قدام الاسم والنيابه من هنا لهنا وما عملناش حاجه. كلنا ما عملناش حاجه. دلوقتي كل الناس دلوقتي راحت عند المحافظ دلوقتي، واحنا دلوقتي بنتصل رئيس الجمهوريه بالحوار ده. يعني عايزين بس الاثار وهيئه الاثار والمساحه. البيوت كلها انهارت، ما يجيش ربنا والله الحوار ده، والله ما يجيش ربنا. عايزين بس نسوي رئيس الجمهوريه. وفي الارض كلها مساحه كلها تحت حضرتك اهوت، مش حضرتك اهوت، الارض كلها فتحت اهوت حضرتك اهوت، والبيوت كلها وقعت، كل البيوت كلها وقعت حضرتك. 15 بيت متضررين كلهم قاعدين في الشارع، وعارفش الناس كلها قاعده ورا اهوت. ما يجيش ربنا والله العظيم كده اهو، والله ما يرضي ربنا. طيب ما كان في بيت ثاني متضررين من اثار البيت الثانيه؟ ما اثار البيت الثانيه حضرتك اهوت موجوده اهوت حضرتك. بس اثار البيت الثانيه موجوده اهيت. بص حضرتك الاثار كلها موجوده اهيت حضرتك كلها. بصي حضرتك كلها اهي، كل اغراض البيت كلها موجوده، وكل بس حضرتك البيت اهوت ده بيتنا. احنا قاعدين في الشارع دلوقتي، وعشان كل ورا في الشارع، وما يرضيش ربنا الكلام ده كده اهو. بص حضرتك البيت احنا قاعدين في الشارع، ما يرضيش ربنا والله العظيم اللي بيحصل ده، ده بيحصل ما يرضيش ربنا. فين موجوده كل حاجه موجوده جوه اهي، ونسال ورا في الشارع ما يرضيش ربنا، نسال كل قاعده اهي. انتوا بتقولوا طبعا جوه اتقطع الميه اتقطع الميه والكهرباء موجوده اهي، الكهرباء موجوده اهي، والكهرباء على المقطع اهي، وهي الميه والناس كلها في الشارع اهي.
كل الناس قاعده هي، كل الناس قاعدين في الشارع، هم قاعدين في الشارع. بص الناس، كل الناس قاعده هي، كل الناس قاعده هي، مش لاقيين اي حاجه حضرتك. هو انتوا بتوا ازاي في الشارع؟ منتنا يا ابله نعمل ايه؟ فرشنا حفر ونمنا جنب الجامع هنا حضرتك، نمنا جنب الجامع هنا، هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ ما لناش حته الا هنا، والدور ده انت حضرتك شايفه كده، هنروح فين؟ ما معيناش حد الا ربنا وحضرتك ده، كلنا بنات وكلنا حريم، هنعمل ايه يا ابله؟ خد يا ام اسلام كلمني من يوم الاثنين واحنا في الشارع مش عارفين نعمل ايه. هي جايه بتصور كله يا ماما، بتصور الشارع كله. ده منظر الشارع، ده منظر البيوت. احنا في المنوفية، مركز منوف. ادي العزايم، الناس في الشارع. احنا دلوقتي قبل ما هتنشغل في الشارع بعيالنا قاعدين في الشارع بعيالنا يا راجل اهو، زي ما احنا شايفين ادي الناس. ادي عزال الناس، كل واحد قاعد في الشارع بعياله وقاعدين في الشارع. اسم الشارع ايه؟ درب عمار. درب عمار، البيوت بتاع في تحتها فراشة، وبعدين في الشارع بعيالنا وبيوتنا كلها بتوع. تعالوا شوفوا لنا حل دلوقتي، بيوتنا كلها قاعدين ببناتنا وعيالنا في قلب الشارع. شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل يا ناس. تعالوا صوروا شوفوا البيوت كلها. انا قاعده في الشارع من اول الاسبوع بعيالي. لا في تصدعات، في صور يا قبل. طب انتوا قفلتوا المسجد ولا مفتوح بتصلوا فيه؟ بنصلي فيه، في تصدعات فيه رخر وهيتفتح اهو. كله تعالي شوف المسجد، تعالي شوف المسجد، تعالي صوريه، تعالي صوري المسجد اهو، تعالي صوري المسجد، صوري العصر ده كله قبل صوري ده كله. احنا اتدمرنا خلاص. ادي حاجات الناس كلها مرميه في الشارع. وهو تصدع من ضمن المباني ومن ضمن البتاع برضه كلها هي تنزل بيها، هي ريحت المبنى، ريحت من جوه كمان يا ابني، بالرغم من ان المسجد جديد. مسجد جديد وبرضه الفلوقات جت فيه برضه نفس النظام. يعني الفلوقات ده حرام كده، حرام والله. بيت ربنا راخر، بيت ربنا برضه الخطر جاله راخر. طيب انا عندي سؤال محتاجه حد يجاوبني عليه. انا عندي سؤال، يعني انتوا المفروض ان البيوت كلها جنب بعضها، واي حاجه بتحصل في اي بيت المفروض ان كلكم بتسمعوا بيها. انتوا كل الفتره اللي فاتت دي ما سمعتوش بالصوت التنقيط ده؟ من سنتين الدكتور جمال رحتوا اشتكيتوا يا فندم؟ اصبري، من سنتين على ما اسمع ان الدكتور جمال الهمداني راح عمل محضر في الدكتور محمد الشنقيري، وطلع وقال لك انه شايل في ابعد 8 مقاتير ردم كبار. هنعمل اكتر من كده؟ احنا ما حسيناش بالبلوه ديت الا لما لقينا الجدران بدات توسع بالمنظر اللي انت شايفاه ده، لحد ما حصل هبوط ارضي في قلب البياره الام من 20 سم لمترين، من مترين ل3، لحد ما الحفره ديت بقت عمقها يجي 3 متر في 5 متر تحت الارض. هنحس بايه؟ ولا كل واحد مننا هيحط ودنه على الارض عشان نسمع ان كان في حيوانات بيبحثوا تحت الارض وقعوا بيت الناس دي كلها؟ يعني انتوا ما كنتوش سامعين الصوت؟ هو اللي بيبحث ده بيبحث بهلكي ولا بيبحث ده بمنقره تحت الارض ولا بفاس؟ ما كنتوش سامعين. ودي مش منظر فحت اهو، فحت مع خراطيم ميه اهو. للي ما بيفهمش خالص، ده فحت مع خراطيم ميه كانت بتضرب تحت الارض. اللي يهدل الارض كده مش فحت، هو بالسرعه دي كده خراطيم ميه ضربه اهي. 9 منازل كده اتهاروا بعيالهم باطفالهم. وادي بيتها العمال، ده رئيس مجلس المدينه امبارح قال هيجوا يهدوا، والعمال جايه خرجات الصبح خافت.
وقال لك احنا ما نهدش على حسابنا، اللي عاوز يدي على حسابه. غطت 3 متر، غيرت المجاري غطت 3 متر من الفحم. يا عم الصبح احنا نصلي الظهر والثلاثة 4 نطلع نعمل فحص للنائب العام. هم قاعدين في مكاتبهم واحنا نتصرف احنا، انما انا مش هروح اعتصم اقعد في الشارع. انا مش هقعد في الشارع يا عم صبحي، لا اقعد على باب مجلس مدينه ولا اقعد على باب محافظ. انا هعمل الفحصات ده اللي انا اقدر عليه. 9 بيوت اتقطع عنهم الماء والنور واتشردوا. اتفضل يا فندم. 9 بيوت هنا، 9 بيوت اتشردوا باطفالهم، مش لاقيين لهم حته يناموا فيها حتى. يعني مش لاقي لهم حتى حته يناموا فيها. حرام حرام. نايمين في الشارع بعيالنا يا ابو، في الشارع بعيالنا بالتالي كده ومن غير غطا ومن غير اي حاجه، الحاجه كانت جوه في بيوتنا. انا نايمين في الشارع كده يا ابو، حرام كده ما يرضيش ربنا. معانا بنات صغيره نودي دول فين؟ نوديهم فين؟ نقعدهم فين دول؟ طب احنا عملنا فين؟ عملنا اي حاجه؟ دول عاملين هيناموا فين؟ هيناموا فين دول؟ من العماره برضه يا جماعه حرام كده، حرام ده افترا كده اللي هم بيعملوه فينا ده. في 9 بيوت اتشردوا في الشارع، نايمين قدام الناس بره، اتعرينا قدام الخلق. طب انزلي عشان الصوت كده مش لا لفه من الناس، هي من الناس. الصوت كده مش هيجي. طيب انت صوتك كده اكيد مش واضح، واكيد صوتك كده مش هيظهر. لو هتقدري تنزلي في الناحيه الثانيه. هي جنب اللي حضرتك، هي ورا، هي متضرره روحها، هي متضرره روحها والعماره وقعت. هي جنبهم، هي بتسمع الدب كل يوم الساعه 6 خلصي معانا وممكن تلف لحضرتها بقى. من الساعه 6 الصبح بتسمع الدب كل يوم بقاله سنتين. هي بيضحك على خندق وراه، هو مش ناقص وعنده عزة وعنده بيوت. احنا غلابه، احنا غلابه ما عندناش حاجه، قاعدين في البيوت لازقينها في دفه كده عشان نقعد. في الاوضه وجديد، في شخص في الاوضه وجديد، يعني بتاع الايامتي قلنا نص الحته. احنا نايمين في الجوامع ونايمين في البيوت ونايمين في الشارع، نايمين في الشارع بعيالنا ونص ايه. هنفضل المقصود دي هتبقى انا حته. طب الكبار يستحملوا الساعه، الصغيرين يستحملوا الساعه ازاي يستحملوا الساعه العيال الصغيره دي؟ هم نايمين في بيوت، طب احنا نايمين في الشارع بحاجاتنا. شوف المنظر حضرتك، نعمل احنا بالمنظر ده. مين يرضى على نفسه ده؟ مين يرضى على نفسه؟ ما يرضيش ربنا. الناس اللي تشتغل دي ما يرضاش ربنا خالص. الاطفال اللي بترضع الاطفال الصغيره والاطفال الكبيره حرام كده. والامهات المسنه، الوضع مسنه مش عارفين نشيلها. يعني في ناس جوه مسنه ايه عارفين نشيلها. انت كريمه ايه مسنه تعبانه غيبوبه تامه. حضرتك عايزه تشوفيها ايه؟ عايزين تعالي ولا اصورك مع حضرتك؟ تعالي يعني في واحده تعالي حضرتك. المسنين مش عارفين نطلعهم من جوه. المسنين حضرتك راضيين. لو البيت وقع عليها بنتها هتجري مسنه لوحدها. المسنه دي اللي فيها ايه؟ نعمل في الناس المسنه اللي قاعده في بيوتها مش عايزه تطلع. هنشيلها ازاي؟ هنشيلها ازاي لما دمار شامل في النوف ضرب على النار؟ دمار شامل ايه ده؟ دمار شامل اهو. اتفضلي يا ابله، اتفضلي يا ابله، تعالي اتفضلي يا ابله. ولا ميه ولا نور ولا عارفين ياكلوا ولا يشربوا والست المسنه. تعالي ورايا، تعالي ورايا. الحاجه عاملينها ازاي على بعضها يا ابله؟ تعالي ورايا كده زي ما انت ماشيه. تعالي اما نوريك الغم اللي احنا فيه، والحكومه ما يتحسب بينا خالص. تعالي دي ست مسنه راضيه اهي في غيبوبه بقالها سنين راضيه غيبوبه. نشيلها ازاي؟ الارض كده دي عاديه؟ لا الارض عامله غيره. وبصي الصوفه وبصي الحاجه بصي كده يا ابله، بصي كده ورا الست المسنه. بصي ورا الست المسنه لسه عاملينها احنا من قيمه يومين عشان ما كانت بتقع عليها. بصي الست المسنه مش عارفين نشيلها نطلعها بره. حرام ولا حلال كده؟ انا عايزه اعرف ده حرام ولا حلال؟ نعمل ايه 6 ونص الادويه جنبها قد ايه؟ شنط نطلعها ازاي؟
نطوعها ازاي؟ طب بنتها هتطلع تجري، دي هتشيلها تقع عليها البيت. احنا عايزين نوصل من صوتنا لأعلى حد، لأعلى حد يا هبلة، كده مش هينفع. عارفة تتكلمي يا حاجة؟ تقدري تتكلمي؟ ما تقدرش تتكلم. طب يا جماعة دوروا أي طريقة تخرجوا بيها. ازاي كله بيطلع عياله؟ دي هنشيلها ازاي؟ هنشيل دي ازاي؟ دي بغيبوبة، دي بغيبوبة تامة يا هبلة. خدي عاملة ازاي؟ حالتها عاملة ازاي؟ انت شايفة حالتها؟ شايفة العلاج وشايفة كله اهو. هتتكلم تقول ايه؟ يا الله، هنتكلم نقول ايه؟ هنتكلم نقول ايه يا هبلة؟ انت شايفة المنظر اهو، اطفال وعيال وكبار وكله اتشرد كله اتشرد. لا حول ولا قوة كله إلا اتشرد، بالله. كله اتشرد. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عايزة اقول اكتر من كده. على تشرد امي وتشرد اخواتي وتشردنا كلنا في الشارع. مسلنا يا جماعة جوه البيت ومش عارفين يخرجوا من البيت، والبيت قايل للسكوت وفيه تصدعات جامدة. في واحدة هنا يا قبل مسلنا برضو في البيت ده، ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن برضو ده برضو المفتاح بتاع البيت، وديها لام عبد الرحمن المفتاح بتاع البيت. تعالي اوديك. طب روحي استأذنيها الأول، روحي استأذنيها الأول. تعالي ما تطلعهاش بقى. دي عايشة لوحدها هي وبنتها. تعالى يا ام عبد الرحمن. لسه متوفى وابنها لسه متوفى جديد وملهاش حد غير هي وبنتها بنت بنوت عايشه معاها. ودي ست مسنه ايه؟ تعمل ايه في الدور اللي شققت فوق وهتقع عليه؟ اتكلمي قولي اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ابني؟ يعملوا ايه؟ اعمل ايه؟ انا عايشه لو بنت ماتت وما عملناش حد الا ربنا هو اللي معانا. نعمل ايه يا ابني؟ قولي نعمل ايه؟ طب في بنت مطلعها من النايمه خالص اربعي نايمه. ما انا بدعم بلا 4 سنين. لا 4 سنين. وهي راقده. نعمل ايه يا بنت؟ هيعمل لنا هيعمل ايه؟ مش هتقول لك كده ربنا موجود. اللي عمل فينا كده وشرف منا لله. 10 بيوت اهو. كتير يا جماعه، كتير يا حبيبتي. يلا افتح. الناس بايتين بره يا جماعه في الشوارع، في البرد اللي موجود دلوقتي، اللي مش عارفين يخرجوا المسنين من البيوت. ادي يا جماعه منظر البيوت، شكل البيوت. طبعا في اطفال، اكتر حاجه اطفال، اكتر حاجه في الشارع اطفال. الاطفال دي معرضه للخطر جامد. البيوت دي ممكن تنهار في اي لحظه. قاعدين في الشوارع في البرد، بايزين من امبارح في الشوارع. ادي منظر البيوت، ادي الناس. هقول لك انت كنت بتقولي انك انت بصي حضرتك، احنا لما شفنا الراجل ده احنا شفنا فعلا الفحت بعينينا يوم الجمعه اللي فاتت الساعه 6 الصبح. كان بيقول ان مفيش فحت، ووالدتي دخلت وراه وشافت الفحت وشافت المعدات ساعه القلبه ما حصلت. تمام. الراجل ده الناس دي اصلا ما حدش جالها. تمام. وانا خريجه جغرافيا وبقول لك ان في هبوط مفاجئ في الارض وتصدعات في الشارع كله من الفحت اكتر من 20 متر تحت الارض، تنقيب على الاثار. ومش هو بس في بلدنا اللي بيفحت، كذا بيت جنبه ومحدش بيتحرك ولا الحكومه ولا اي حد بيسال في الناس دي. والناس قاعده زي ما انت. دي واحده اللي بيتها واقع دي صرف 40,000 من شهرين، وناس شغاله على دراعتها. مين اللي ساعتهم؟ ما حد سال في الناس. بيقول لك روح خد اوضه في الايواء واحنا معانا اطفال ومعانا وفي ناس اصلا ناس مسنه معهاش اطفال، معهاش عيال تشيلها. كل العماره دي كلها اللي هم فيها السكان. عايزاكي بقى تاخدي رايهم. تقول لك الشقق فيها شروق فظيعه، وشقه الدكتور نفسه تقول لك فيها شرخ كبير جدا عن شققهم كمان. حضرتك بقى الفيلم
والبنك رفع اهو في واحد مالك تحت كمان دي. لا انا ما بعرفش اتكلم، بس انا مش مالك حاجه هنا. انا كمان اه ده مان. حد عايز يضيف اي حاجه تانية يا جماعه؟ هم بس كل طالبين الدكان ورا بقى يا مدام. طلب الدكان اللي ورا طالبين حضرتك عشان تشوف الواقع. حاضر هلف والمبنى كمان اللي هو بتاع الدكتور نفسه حاضر عشان هلف تبقى الواقع رسمي. هلف طبعا زي ما احنا ما شفنا شكل الشارع عامل ازاي، شكل الناس قاعده في الشارع ازاي، ادي العزال بتاعهم وحاجتهم. الناس كلها موجوده في المحافظه. الاطفال دي بتنام في الشارع. اتمنى اي